اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا فيديو بقى النهارده من قلب الغساله. يعني ايه فيديو من قلب الغساله؟ هقول لكم الغساله بتاعتي دي هقول لكم نوعها ايه الاول عشان تعرفوا انا بتكلم على ايه. غسالتي نوعها GMC، تمام، اللي هي فوق اوتوماتيك، حلتها من فوق زي ما انتم شايفين معايا. فالمهم كان عندي مشكله في ايه، معتز عمل لي ايه بقى، بوقف لي. يعني انا غسلت الغسله وكله تمام، بعد ما خلصت لقيت الغسيل مش بيتعصر او الميه مش في الشط مش بتتعمل. معتز جاب قلم رصاص ودخله من هنا، مش من هنا، هنا بره الحله، بصوا هنا بره الحله، دخله من هنا من الفتحه دي، نزل على الترومبه بتاعه العصر، خلاها وقفت ما اشتغلتش. الغساله وقفت خالص عصر ما اشتغلتش معايا، تمام. فقعدنا بتاع 15 20 يوم، او دخلت في شهر كمان بشتغل على الغساله الاطفال، ما بشتغلش على الكبيره اللي هي ديت يعني. فما فيش حل بقى، قلت لا، حاولت فيها وقعدت اطلع الخرطوم بتاع الصرف بتاعها واشتغل فيها، ما لقيتش حل فيها غير اني ايه، اجيب حد يعملها. فانا اتصلت على الراجل مشكورا يعني، المهندس يعني بيصلحها. قال لي دي عايزه تغير ترومبه كامل. قلت له لا، هي الترومبه ما كانتش فيها حاجه لانها كانت شغاله، هي كانت بس ايه، معتز تقريبا دخل فيها قلم، لان انا ضيرتها وشفتها وكده عرفت العيب بتاعها منين. قال لي خلاص ماشي. ضير فعلا الغساله وفكها من ورا واشتغل عليها. لا الترومبه زي الفل، كانك لسه شاريه الغساله النهارده، ما فيهاش اي حاجه، لان انا طبعا مش مهمله فيها يعني، هي كل مده كده بعمل لها دوره. فهقول لكم بقى، انا لما شفطت الميه ما شفطتهاش، انا بقيت اشفط بفوطه واعصر بره، اشفط بفوطه واعصر بره، لانها مش بتطرد الميه، القلم سد الترومبه ما بتشتغلش. فخزنت بقى الرواسب بتاعه الميه بتاعه اللي كانت اخر غسله وانا بغسل يعني. فانا شلت الفلاتر من هنا اهي، بصوا، من هنا كمان الفلتر ده شلتهم خالص، علشان الميه لما اتركنت فيها عملت، بصوا ازاي جمعت الوبره كلها في الفلتر هنا. وطبعا عشان ما تسدش معايا الغساله وتبوظها وما تنضفليش بعد كده الغسيل يعني. وطبعا الغساله دي ايدينا ورجلينا في الشتاء وفي كل وقت يعني، لان انا بحط فيها الدفايه والكبرتايه، وبتاخد بطانه سرير الاطفال الاثنين مع بعض، وبتاخد كل الحاجات الكبيره يعني. وساعات احيانا يعني بحط البطاطين، بتاخد البطاطين اللي هي الفرداني واللي هي المجوز لا، تمام. بس هقول لكم بقى انا بعمل دوره التنظيف دي ازاي. ماشي، اولا انا بحط خل وبحط مسحوق تنظيف اللي هو بتاع المواعين العادي، الصابون السائل، علشان يعني بيلين الايه الحله معايا، وبيلين كل الحاجات اللي جوه دي. الصابون السائل بيلين معايا، عكس الاوكسي البودر في تنظيف الحله، ما بستخدمهوش في تنظيف الحله عشان بيجير وبيسد معايا. لا انا مش عايزه حاجه تسد خالص دلوقتي، هجيب خل وهجيب منظف سائل المواعين. بصوا هنزل بالصابون اهو، بصوا اهو، بصوا حطيت كميه قد ايه اهو، الصابون سايل هيتفكك بقى كله هنا. حطيت كميه حلوه كده عشان خاطر ايه، ينضف معايا الحله كلها، تمام. وهنزل بكوبايه خل. الخل بيدي رغوه وبيلمع الحله وبينضفها عشان ما تعملش صدى، عشان الخل بيلمع السلستين زي ما انتم عارفين، زي الكلوروكس الالوان كده. وهنزل بشويه كلوروكس الوان، بس لسه ايه، عضايا راح يجيب وجاي، تمام. بصوا انا حطيت خل اهو خل طعام عادي، خل عادي يعني اهو، بس كده. ده تنظيف الحله بتاعت الغساله الاوتوماتيك بس، ولا اي افتكاسات على فكره. ما حدش يقول لكم انا بحط كذا وكذا وكذا، كل دي افتكاسات. مسحوق من اللي انت بتغسليه العادي لا، انا ما بستخدمش مسحوق من اللي انا بغسل بيه العادي، لا بستخدم المسحوق اللي هو الجل. عندك بقى مسحوق جل كلوروكس، عندك اوكسي جل، عندك اي حاجه جل بتستخدميها مفيش مشكله. انا ما عنديش حاجه جل من دي خالص دلوقتي. حطيت مسحوق بتاع المواعين العادي علشان يلمع لي الحله، عشان يلمع الحله وما يعملش صدى جوه. بصوا كل ده هيطلع دلوقتي، بصوا شايفين كده اهو، بصوا اهو، كل ده هيطلع مع الحله تشتغل دلوقتي، كل ده اهو، بس كده هتشتغل بقى ونوريكم الرغوه بتاعتها شكلها ايه. بصراحه مش قادره يعني ما قدرتش اصبر ان انا ما اجيبش راجل تاني، هي كان ليها زي شهر كده. وطول الشهر ده طبعا شوفوا بقى بنغسل كام مره في الاسبوع، مرتين ثلاثه في الاسبوع، كنت بنغسل على الغساله الايه الاطفال. كل ده كلها بقى نمسكها نليفها كلها طبعا لانها كانت مقفوله ومركونه،
ما هي ما عملتش والله، يعني ما فيش ريحه ولا اي حاجه، بس هي كل ما في انا كنت بفتحها ساعتها هويها يعني. انما انا لما نشفت الميه بتاعتها نشفتها خالص، بس طبعا كانت محوشه ميه جوه يعني عند الترمبه وكده. لما الراجل بقى سلكها فضل الميه اللي كانت فاضله فيها، ما كانش فيها اي حاجه ولا رواسب ولا كلام من ده. بس انا شلت الفلاتر هغسلها بره دلوقتي، هوريكم الفلتر بيبقى فيه ايه. تمام. بس هي كده الغساله، ومش هعمل اي حاجه تانية. لو حسيت ان هي محتاجه مني مسحوق مسحوق منظف تاني مواعين هحط، مش غير كده لا. يعني ما تفتكسوش وتقولوا لا احنا اصلا هتاخد لسه كوبايه مني هكسلها، طب شويه المسحوق دول هخليهم اغسل بيهم الهدوم. لا يا جماعه، ما تحطوش مسحوق بودر في تنظيف الغساله. بس كده هسيبها لحد بقى تملى، ولحد هي تعمل دورتها، وانا بشغلها هنا الدوره العاديه بتاعتي على الساعه. يعني انا بحط دوره الغسيل بتاعتي بحطها على الساعه، غسيل وشطف، نقع وغسيل وشطف وكل حاجه وعصر. تمام. الساعه ساعه و10 دقايق. تمام. هي كده دلوقتي خدت من ال10 دقايق دقيقه، يعني ساعه و9 دقايق اهي. خلاص هي اول ما هتشتغل بقى هحط برضو ايه شويه كلوروكس كده في الازازه الفاضيه اللي عندي دي، بشطفها فيها. بصوا اهو، دي بواقي، كانت بواقي كلوروكس. بصوا اهي الازازه كانت بواقي كلوروكس. عودي هروح يجيب لي بواقي كلوروكس دلوقتي واحط برضو في الغساله، وهوريكم الدنيا ايه. اهو بصوا اهو بواقي كلوروكس والله. يعني مش افتكاسات ولا هنقعد بقى نقول ايه جبنا وعملنا وكده. انا عندي المسحوق على فكره، بس انا اللي مش عايزه احط منه، لان بحس ان هو بيجير في الغساله لما بيبقى مفيش غسيل. ولما على فكره لما باجي اشغل الغساله، الراجل المهندس قال لي يعني ايه، قال لي لما تيجي تحطي المسحوق ما تحطوش باودر كده، حليه بميه، يعني ايه، فكيه بميه، خليه يبقى جيل معاكي. بس دي كانت فكره، ودي كانت معلومه برضو للي عندها غساله فوق اوتوماتيك مش عارفه ازاي تنضفها، ومش عارفه ازاي تحافظ عليها. بصوا الغساله بتاعتي دي ليها عندي كده بالظبط زي 4-5 سنين يعني. بصوا قاعده معايا، ونقلت من كذا مكان، والحمد لله اللهم بارك زي الفل وجميله وما فيهاش اي حاجه، ومميزاتها حلوه قوي. في انواع من الغسالات ديت في ناس بتقول مش بتنضفوها، انا اكتشفت ان مش نوع الغساله هو اللي مش بينضف، استخدامنا للغساله هو اللي بيبقى غلط، بس مش اكتر. بس ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ويا رب تشوفوا. هوريكم قبل ما الفيديو يخلص، مش هختم معاكم الفيديو دلوقتي، هوريكم لقطه من الغساله بعد ما تشتغل وهي شغاله، وهوريكم بعد ما تفضى خالص وبعد ما امسحها، وهوريكم بعمل فيها ايه. تمام. وبعد كل غسله بعمل فيها ايه، بس مش بصراحه يعني ساعات بعملها وساعات بكسل صراحه يعني، لان بيبقى ورايا حاجات تانية. تمام. مش هقول لكم ان انا بريفكت وبعمل دوريات على طول على الغساله وقتي، لا، مش ساعات مش بعملها وقتي، بس بحاول ان انا ايه، ان انا ما اسيبهاش، يعني ما اسيبهاش من غير ما اعمل دوره الغسيل. تمام. دي اسمها دوره تنظيف الحله، من غير اي غسيل ومن غير اي حاجه، بتبقى فاضيه وتسحب ميتها عادي وبتشتغل عادي. بصوا الغساله مليت اهي الحله. تمام. وهي كده اشتغلت اهي. بصوا اهي هي كده شغاله اهي. بس هسيبها بقى تشتغل مع نفسها خالص كده لحد ما ايه، هروح بقى اعمل بقى شويه شغل كده في البيت لحد ما هي تخلص براحتها خالص، ويكون هي بقى كده تنظف مع نفسها وتصرف مع نفسها وكل حاجه. بصوا انا حطها هنا في اوضه النوم علشان خاطر ما فيش مكان تاني، كان مكانها في المفروض في المطبخ يعني، بس حسيتها ان هي تتبهدل في المطبخ والدهن والحاجات دي، قلت لا مكانها هنا في اوضه النوم، لان الصرف عندي ورا يعني عزكم الله على الحمام على طول. فمن هنا للحمام على طول خرمنا في الحيطه ووصلناها هنا. بصوا اهو خرمنا ووصلناها هنا، والصرف بتاعها في الحمام عامله له ماسوره خارجيه بلاستيك بيسحب الميه فيها، يعني ما عنديش لا ميه ولا اي حاجه اهو. بصوا بتسحب كفايتها خالص. بصوا هي كده تمام، مش عايزه مني اي حاجه تانية، هي كده تمام وكله زي الفل، مسحوق ورغوه وكل حاجه. هجيب بقى بعد ما تخلص الليفه وادعك الغساله كلها، الحله والجناب ومن جوه كده بدعكها وبره وكل حاجه، علشان برضه ابقى محافظه عليها ولا وبره. الوبر بيسد الفلتر تمام، وبيسد الغساله. فالفلاتر بتاعها انا شايلاها عشان بغسلها بره دي على ايديا، ما بسيبهاش تتغسل في الغساله. تمام. بس هوريها لكم بقى بعد ما اخلصها. بصوا اهي، بصوا الشاشه بتاعتها اهي، قصدي هي شغاله اهي. بصوا اهي
تمام كده. شغاله هي بقى تاخد دورتها الساعه زي ما هي. غسالتي ديت كام كيلو علشان ممكن حد يسالني؟ غسالتي دي 13 كيلو ونص، 13 كيلو ونص. هي البرنامج بتاعها على فكرة كانت شغالة من يعني ساعة ما جبتها شغلتها على الساقع والسخن. بعد كده اكتشفت ان السخن بيبوظ الغسالة. خلي بالكم يا جماعة من النقطة دي، السخن بيبوظ الغسالة. ومهندس اللي قال لي الحتة دي، ومن عليها انا ما بشغلش سخن. لو عايزة بيصدي المواسير بتاعتها وبيعمل لها تآكل بسرعة يعني. فلو عايزه احط ميه سخنه خارجيه عادي بحط مع نفسي، بس بكون مزوداها بدرجه معينه، مش هسحب ميه مره واحده سخنه على الغساله والمواسير والحاجات بتاعتها، لا طبعا. وده البرنامج بتاعها. بصوا هنا ده الباور بتاع التشغيل، وبعد كده بختار البرنامج من هنا. تمام. وبعد كده هنا بتحدد مع نفسها هي متظبطه على مستوى ميه معين. وهنا ده تاجيلي الساعه لو عايزه تاجليها يعني، عشان لو ميه قطعت ولا كده لا ما بشغلهوش، ما بيجيش يومه خالص. هو ده البرنامج بتاعي. تمام. بشغل عليه. لو عايزه غسيل عادي او غسيل يعني بيظبط لي بقى هنا. تمام. لو على بنطلون بس، لو عايزه احط حاجه بس، لو تيشيرت يعني او قميص او كل او كميه غسيل مع دي كده للحله كلها الغسيل كله. انما لو عايزه اجيب بنطلون بس بحرك من هنا. وده البرنامج بقى بتاع الغساله، بحدد ايه انا عايزه قد ايه في الوقت. تمام. بس كده. وهنا كان اختيار الحراره، وده انا ما بشغلوش لان انا عاملاها ساقع بس. وهنا بشتغل بقى يعني انا احدد هنا وبعدين اشتغل على هنا بس. واكتر من كده مفيش. سهله وجميله وعمليه. واللي حابب ان هو هيجدد ويجيب غساله النوع ده افضل بكتير من اي نوع تاني. انا كنت خايفه اجيبها بس بصراحه بسم الله ما شاء الله جميله جميله جميله. يلا هنستنى بقى لحد ما نخلص ونشوف. هوريكم بقيه الغساله، بقيه الفيديو في الغساله وهي ايه بتشطف وبتغسل وكل حاجه. تمام. تمام. طلع ايديك علشان خاطر ممكن تلف وهي شغاله. بصوا يا جماعه كنت كده بقى ايه خلصت غسلت الغساله والفلاتر ركبتها اهي، وبعبيها عشان تغسل يعني اغسل عليها اول دوره. تمام. بصوا هي شغاله برضه بس لسه انا ما حطيتش مسحوق ولا اي حاجه. بصوا غسلتها ومسحتها كلها من فوق ومن تحت وفي الجناب وكله، خليتها زي الفل. بصوا اهي مفيش اي حاجه مخزنه هنا ولا اي حاجه كده ولا اي. بصوا زي الفل. بصوا الحله ذات نفسها بتلمع دلوقتي عن الاول ازاي، عشان الخل اللي انا حطيته اداها لمعه كده. بقى هبدا احط اول غسيله اهوت يعني اول حطه فيها. تشوفوا معايا استنى. بصوا هنا انا جايبه ده 2 اوكسي، بغسل باوكسي 2 كيلو ونص. ده عرض كان فتح الله 2 كيلو ونص. طبعا كان بالعلبه بتاعته دي انا جايبه اهو، بس انا حاطه اهوت ايه فضيته يعني فضيته اهوت في العلبه. هناخد بقى طبق بس كده من ده وهنفضيه في الغساله اهو. بصوا بحط المسحوق الاول علشان ايه الميه تخليه يشتغل ويرغي. بس بعد كده بنزل بالهدوم بتاعتي. خد بصوا هنزل بالابيض اهو. بصوا بدل الكاراتيه. بصوا مبقعه عن اللعب امبارح اهو. هي كل تمرين لازم يعني البدله دي بتتغسل في الاسبوع مرتين علشان احنا بنروح التمرين في الاسبوع مرتين. هنفك العقد ديت وننزلها روضه اهو. بصوا البدله اهي في الغساله اهي. دي الميه بقى تشتغل عليها بس كده. والفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص، واشوف وشكم على خير. يا رب تكونوا استفدتوا يعني من الفيديو بتاع الغساله. واتمنى اللي عنده الغساله دي ويجربها يكتب لي برده تجربته فيها ايه وكده يعني. يلا اشوفكم وشكم على خير. سلام عليكم.